عايز تشوف ايفون 15؟ اتفرج على الفيديو ده. ايفون 15 و15 بلس هيبقى فيهم دايناميك ايلاند، هيبقى فيهم كاميرا 48 ميجا بكسل زي ال 14 برو السنه اللي فاتت. كمان هيبقى فيهم معالج A16 بايونيك برضه زي اللي كان موجود في ال 14 برو. الاثنين هيتشحنوا لاول مره بكيبل يو اس بي سي، وسعرهم هيبدا من $800 لل 15 و$900 لل 15 بلس، ودول الالوان بتاعتهم. اما الايفون 15 برو وبرو ماكس فهيبقوا مصنوعين من التيتانيوم، وهو واحد من اقوى المعادن. والجديد كمان هتبقى الشريحه A17 برو واللي ابل بتعلن عنها لاول مره. والنسختين هيتشحنوا بكيبل يو اس بي سي، واللي هيبقى مفيد جدا للمصورين في نقل الصور بتاعتهم لايف وهم بيصوروا. وطبعا الشريحه هتدعم الالعاب بشكل قوي جدا. والجديد كمان ان زرار السايلنت هيبقى اسمه اكشن بوتن، وهيتحول فعلا لزرار تقدر توصل منه لاختصارات كتير بمجرد انك تدوس عليه. اما نظام الكاميرات فهو من ال 14 برو مع تعديلات بسيطه، والبرو ماكس هيبقى فيه زوم يوصل ل 5x. ايفون 15 برو هيبدا سعره من $1000، وال 15 برو ماكس هيبدا سعره من $1200. وطبعا دي مش الاسعار الرسميه في الشرق الاوسط، دي اسعار امريكا. ودول هم الاربع الوان للايفون 15 برو وبرو ماكس. يا ترى بالشكل والمواصفات والاسعار دي تشتري ايفون الجديد ولا لا؟ فكر واكتب لي في التعليقات. وانا تامر، وفي الاخر بقى ما تنساش تعمل سيف الفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديده.